شو تشوف بغداد؟ ايش قد نسبة النظافة بيها؟ اكو شارع تفوت بيه تلقاه نظيف؟ شوف اقول لك استاذ غزوان، بغداد هسه مو يقولون عليها مو نظيفه، لا بغداد انا زار كثير من العواصم والعالم نتيجة ان هي مركز تجاري وازدحام، بس مع هذا بغداد نظيف، مسوين فوق طاقتنا، نظافة على مدار الساعة، وبس امانة بغداد تشتغل على مدار الساعة. اكو دائرة هي امانة بغداد. لا حبيبي ماكو على مدار الساعة، هاي بلدية نيويورك ماكو على مدار الساعة. نيويورك وين وصلوا؟ لندن ليش؟ قابل يطلع نيويورك ما يلقى حاوية بالباب؟ كل ماكو لو يطلع وين انت ما رايح. وين اروح؟ تدري الحاوية المواطن يشتريها، مو هو بس بمدار بغداد تحطها بلاش. يا اخي من توصل الخدمات بنيويورك؟ بغداد مثل نيويورك يدفع ببغداد يدفع. لا سوي استطلاع اذا ما دفع وذاك ما حد يدفع. وصلنا لنيويورك وبعدين حاسبني. انا افضل من نيويورك اشتغل. بمن افضل من نيويورك؟ لان نيويورك كله بفلوس. بمن؟ انا بلاش عمي سويها كهرباء بلاش، مي بلاش، بس مدار بلاش، نفايات بلاش، زراعه بلاش. تبع شو يجي سوينا مثل اربيل. ياهو اربيل افضل انا من اربيل. بمن افضل؟ كلهن. هسه انا ما اريد انا بس يا اخي ماكو. لا غزوان انت ما حتى باربيل مجاني؟ لا مو مجاني. لا مجاني. لا شوف اذا ما تعرف باربيل مو مجاني. لا وين مجاني والله؟ ما بس بالعراق. بس بالعراق؟ بس ببغداد. يعني احنا مشكله القذاره في بغداد انه مجاني؟ نعم. يعني المواطن يتحملها لانه مجاني؟ اي ليش؟ تدري ليش؟ لان المي يكترث بالموضوع. شوف خلي اضرب لك مثلا. احنا بغداد ننتج بالمي 3,225,000 متر مكعب، هذا بالقياس العادي تكفي لها 20 مليون نسمه. صنبول تنتج 2,000,000 وهي 17 مليون الى 20 مليون مكفيها. انا 3,225,000 ما يكفي ل 8 ملايين، ليش؟ لان المجانيه. المركز الرصافة والقريب على مصدر المياه بالمنصور، بالرصافة، بالسيدية، هذه المناطق الحضرية الغنية يوصلها مي بلاش ياخذ، بس خطية المعامل المعالف اطراف مدينة الصدر ما يوصل المي هذا. خلينا ناخذ فيضطر يشتري بفلوس. شو وقت تسوينا مثل دبي؟ وشنو اذا بقيت تربح؟ شنو دبي؟ يا اخي هسه عمي خلينا احنا فقراء، نحن من دبي، بغداد اللي بقيت بغداد راح لك 10 سنوات شنو؟ صور وتشارلي وحفل على المسرح الوطني، اكو غير؟ تشارلي فد شيء هو يعني اي ماكو غير شيء. تراث بغداد. اي احتفظتوا به تراث بغداد. من اجمل مدينه، بس انتم هاي من بحرين ماكو هاي انت يا مواليد غزوان. ما لك علاقه، انا عمري 26 سنه. ما شايف فتحك عيني بغداد. ما شايف من بس ما شايف لازم اعيش بالسبعينات حتى اعيش جو بغداد. بغداد حلم، بغداد هاي الجميله. رحم الله شويه شويه اذا انت تعاونت وياي واذا المواطن تعاون وياي. اخوان انا متعاون وياي. سوينا الانظمه والقوانين بغداد حاليا وسابقا ومستقبلا افضل من انا هسه خلينا نحكي. ايش فيها دبي؟ عمي عوف دبي ما زرق ورق شنو يا مدينه تعجبك بالدنيا؟ بغداد على هاي الوضعيه؟ على هاي الوضعيه هي اجمل من كلهن. هاي مال شعراء. لا مو شعراء، حقيقه من ابو الكوستر يسوي ازدحام. اضرب لك انا مو شاعر. من المواطن 4 ساعات يوصل المكان. شنو بغداد؟ بالعكس جزء ميزه انه بازدحام والمعاملات والرشاوي والبوق. هاي بغداد هاي؟ لا مو هاي انت تتهمني عليها مو اتهمك، بس هاي بغداد انت تقول لي بغداد حلوه. هو هيك يعني الانسان ما يشوف. لا من يجيني فنان ويشوف بغداد ويتاثر بها. شنو معالم بغداد هسه؟ من يجيني مصمم عالمي، من يجيني شنو معالم بغداد بعد 2003؟ من يجيني معماري ويتخوف. اجاني اللي مصمم مدينه تورنتو الكنديه وشاف بغداد ظل يقعد بها ومدد اقامته عشرات الايام في سبيل يشوف شوارع بغداد وسكيبات بغداد. ونعجب بها؟ طبعا. والله بمن انبهر؟ هي مطربة الحيلات. بمن انبهر؟ كل ما ببغداد صح بها عشوائيات، بس يحتاج لها لمسه وتنظيم وشويه شويه قادرين. اذا اعطوني فرصه وشويه خففوا الضغوطات وما يدورون بس يصيدون بالماء العكر، والله بغداد سوف تتغير تغير جذري. انا اتشرف انه اخدم الناس، بس هاي خلي انت وغيرك بحثت عن الحقيقه ووجدت شنو نعيم عبعوم. يعني حركت ذهنيه المقابل من يريد يفتش على صخره عبعوم. وكثير من الناس تتصل. ليش ما احتفظت بجزء من عدن؟ ياهو هي الصخره. لا هي فتتناها وراحت. لو مبقي لك جزء شنو راح اجيب لي طابقه واخليها. طيب.